اهم نقطة بتخلي المبتدئين حسابهم يتمرجن هو انعكاس الاتجاه عليه، يعني هو يدخل صفقة باي او سيل والاتجاه بيعكس عليه. حتى لو هو دارس تحليل فني بيقع في الفخ بتاع الاختراق الكاذب او الكسر الكاذب. بمعنى لو هو شغال على شمعة اليوم، شمعة اليوم يعني معنى كده ان كل شمعة بتعبر عن تحركات الاسعار لمدة يوم في الماضي، واشتغل على كده، واثناء اليوم وهو شغال لقى ان حصل اختراق لمنطقه سعريه، وليكن مثلا الذهب اثناء اليوم طلع ل 3245. هنا المبتدئ وقع في الفخ، واول لما تم اختراق منطقه ال 3225 راح داخل شراء عند منطقه ال 3240 على اساس ان ده اختراق. جه اليوم يقفل راح قفل تحت ال 3225 وكمل مساره الهابط. معنى كده ان الطلعه بتاعت 3245 كان اسمها اختراق كاذب. هو ده الفخ اللي بيقع فيه كل المبتدئين، وعلشان كده بالبلدي الصفقه بتعكس عليهم والحساب بيتمرجن. فانت لازم تتاكد ان الاختراق مش كاذب، ان انت تتاكد ان شمعه اليوم قفلت تحت مستوى المقاومه.